هو يعني ايه عفاريت؟ يعني ايه مذيعة العفاريت؟ واشمعنى مذيعة العفاريت عشان ازع لهم اخبارهم؟ هو في اصلا عهد ممكن يتاخد من بني ادمين عاديين؟ اهلا بيكم في بارت 1 من الرد على اسئلة اسأل مذيعة العفاريت. اول سؤال بيقول معانا يعني ايه عفاريت؟ كلمة عفاريت بس كده. الحقيقة العفريت هو فئة من فئات الجان، بل أعلاهم في القدرة والسرعة والقوة. أقوى مخلوقات الجان هو العفريت. أما بقى لو عايز الكلمة بمعناها الحرفي فهي جاية من شقين، عفريت. العفريت اللي هو جاي من العفرة كده، عارف العفرة من شدة سرعته بيعمل غبار، زي الخيل كده لما بترميه في الصحراء مش بتلاقيه عامل غبار أو عفرة حواليك كده. فهو من شدة سرعة العفريت فبيعمل حواليه حالة من العفرة والغبار، فده معنى العفريت ودي قوته في عالم السؤال التاني، ليه اخترتي اسم مذيعة العفاريت وهي العفاريت محتاجة مذيعة؟ الحقيقة أنا هقولك ليه لقبت بمذيعة العفاريت، أو يعني إيه مذيعة العفاريت. سمعنا كتير من ساعة ما طلعنا على الإعلام بمذيع الشارع، نبض الشارع، لسان السياسيين، لسان الفنانين، لسان حال المجتمع المصري من فن واقتصاد يعني كل المذيعين هتلاقي كل حد من المذيعين ليه تخصص أو مجال بيتكلم فيه في الإعلام بتاعه. فما في بعض الناس لقبت بمذيع الشارع، مذيع النجوم، مذيع السياسة. أنا مذيعة العفاريت. ليه مذيعة العفاريت؟ بالظبط باختصار كده لسان حال هذا العالم، زي ما الإعلامي هو لسان حال النبض الشارع والبني آدمين واللي بيحصل حوالينا، أنا اعتبروني لسان حال العفاريت أو عالم الجان. ليه يعني؟ أنت مين يعني؟ أنا ولا أي حاجة، أختكم في الله بتقول لكم معلومات حقيقية عن هذا المخلوق بخيره وشره، علشان تقدروا تعرفوا الكائن اللي عايش معنا الغير مرئي ايه اللي مطلوب منه وايه اللي عليه، وايه المطلوب مننا وايه اللي علينا عشان نتجنب اضرار، ونكون فاهمين اللي لينا واللي علينا في هذا العالم، خصوصا بعد الغوغاء والهيصة والخلطبيطة اللي احنا بقينا فيها. انا هنا مش عشان اقنعك بحاجة، انا بقولك بعض المعلومات، عايز تقتنع بيها اهلا بيك، مش عايز برضو أهلا بيك ورحبت، تقدر تتابع اللي انت حبه. فمن هنا جت مذيعة العفاريت، خصوصا ان هو لقب محبب الى قلبي من شخص محبب جدا الى قلبي قال على ياسر عفاريت، فمن ساعتها بقيت مذيعة العفاريت ولسان حالهم. السؤال اللي بعد كده، ممكن اعرف من حضرتك ازاي اخد العهد من الناس الموجودة؟ يعني ايه تاخد العهد من الناس الموجودة؟ اصلا السؤال يا ابو شهاب غلط، مفيش حاجة اسمها انك انت تاخد عهد من الناس الموجودة. العهود بتكون ما بين جنسين، بني الإنس وبني الجن، لكن مفيش حاجة اسمها إنك تاخد عهد من الناس الموجودة، مفيش حاجة اسمها كده، السؤال ده غلط. اللي بعده، هل الجن ممكن تساعد في خروج سجين؟ بصراحة في عصر من العصور كان يستطيع، وفي بالفعل حاجة اسمها إن الجان ممكن يحرر سجين، ولكن في العصر اللي احنا فيه ده لا يجوز وما بقاش في الكلام ممكن ده. رب العباد يسخر له ملائكته بالدعاء ليه، فرب العباد يتقبل ان ربنا كده يغير الاقدار في خروجه من هذا السجن، لكن مش زي زمان او في العصر اللي بقول لكم عليه كان بمنتهى البساطة ان الجن يقدر يحرر سجين. انا بكلمكم السؤال اللي بعد كده، اني اتزوج من العالم الاخر ينفع له شروط؟ لا ما ينفع. السؤال محتاج إجابة واضحة، حضرتك بس كنت محتاج تهندل السؤال، ولكن أوكي هنعديها. قلنا مليون ألف مرة لا يجوز ومفيش حاجة اسمها زواج ما بين الإنس والجن، أنا بسميها علاقات، والعلاقات دي بتكون محرمة ولا تجوز ما بين الجنسين، لأن حضرتك عندك في الإسلام في شروط معينة، وعندهم من بني جنسهم في شروط أخرى، فلا يجوز التلاقي ما بين الاتنين، وإذا حصل فبتكون علاقات محرمة. السؤال اللي بعد كده، إزاي وصلتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكل المعلومات دي؟ يمكن زهدتي في الله، فأعتقد علم نادر إني أحبك في الله، يحبك ربنا وأحبك. تاني حاجة، دي أول حاجة، أنا بحب ربنا جدا ومؤمنة وعندي يقين فيه بشكل غير عادي إن هو رب المستحيلات ويقدر يغير الأقدار. يمكن إيماني، يمكن حاجات كتيرة قوي انتوا لا تعلموها عني. رب العباد لما بيحب عبد ويمن عليه بشيء ما وسر من أسرار الكون بيديها له من غير ما يقول انت مين ولا ابن مين ولا عملت ايه ولا سويت ايه. سبحان الملك العظيم. ربنا رب قلوب وليس ظواهر. ربك
إذا أراد للعبد إنه يكون في شيء معين بيكون، إذا أراد له طريق بيسره له، وإذا أراد له علم بيسره له، وإذا أراد له معرفة بيعطيها له. فرب العباد في الأول وفي الآخر هو أكيد سبب أي حاجة أنا بقولها لكم أو بعرفها أو بيطلعني عليها. كلنا أسباب في حياة بعض، زي ما أنا كده سبب في إن أنا بطلع بقول لكم حاجات خاصة بالعالم ده علشان ناخد بالنا ونبقى عارفين اللي لينا واللي علينا. ممكن تقولي لي إيه اللي حببك في العالم الجن ودخلتي ليه إزاي؟ وشكرا. بصراحة هو اللي حبني الأول فحببني فيه. هو في أي طريقة شرعية للتعامل مع الأحباب من العالم الآخر؟ أكيد فيه، ولكن إذا رب العباد أراد لك هذا الطريق فبيسخره لك وبيسره لك بالطريقة الشرعية اللي ترضي. وأول حاجة هما اللي بيختاروك مش انت اللي بتختارهم. ربنا إذا أراد بيسر لك التعامل والطريقة اللي ترضيه مش تغضب. عاوزة يا سارة ليه قلتي مرتين سيدنا سليمان وانتي بتقولي تسلسل الأنبياء؟ الحد يفهم. بصوا السؤال ده أنا هختم لكم بيه بس بصراحة لفت نظري وضحكني شوية، قلت أما أرتب شوية عليكم في الفيديو التقيل ده. إيه أكتر حاجة سارة تتمنى تحصل ليها؟ إني أخرج من الدنيا دي بسلام وأنا راضية ربنا سبحانه وتعالى. وإيه أكتر حاجة سارة تتشائم منها؟ عدم الإيمان. عدم الإيمان أكتر حاجة بشمئز جدا جدا منها، لكن حاجة بنفسها تجعلني أتشائم. اتعودت وتعلمت من رب العباد إني دايما أكون متفائلة وعند حسن ظن، وأكون دايما حسنة الظن فيه، حتى لو الدنيا ظلام كاحل ففي نور من عنده جاي لا محال. وسارة هتقضي الصيف فين السنة دي؟ العلم عند الله، حد هيعرف بعد شوية هيكون فين. سارة عاشت قصة حب قبل كده من طرفين ولا لأ، أو من طرف واحد؟ الحمد لله ما حصلتش إن أنا حبيت من طرف واحد، بس أكيد حبيت في مرة من طرفين. عايزين نعرف حاجات كتير عن سارة الجميلة. انتوا أجمل، وشكرا لمروركم وشكرا لأسئلتكم. استنوا بارت 2 بكرة، أوكي؟